بيبدا الانمي بتاعنا مع جين وهو بيحاول يهرب من مجموعه من المتنمرين، ولكن في النهايه بيتمسك منهم والعيال كلهم بينزلوا في ضرب. كل ده وجين ساكت وما اداش لهم اي رد فعل. سحبنا قام بعدها واداهم ظهره وكان خلاص هيمشي، ولكن واثناء ما كان ماشي في واحد منهم شتم بامه. جين وقتها اتعصب جامد، لف للواد ده وادى رجله طيرت له اسنانه. الاثنين التانيين حاولوا يهجموا عليه، ولكن جين قدر يخلص عليهم بكل سهوله. راح بعدها على واحد منهم وكان عايز يكمل عليه، ولكن فجاه في الوقت ده امه بتيجي من وراه وتوقفه. جين قال لها ان هم اللي بداوا في المشاكل معاه وانهم بيضايقوه بقالهم فتره، بس والدته بتقطع كلامه وعلى طول بتاخده وبيمشوا من المكان. وهم ماشيين في الطريق بقى جين سالها هي وقفته من ضربهم، مع ان هم اللي غلطوا فيه. الام قالت له ان هو خلاص هزمهم وانه لازم يعرف يتحكم في نفسه كويس ويعرف امتى يوقف قتال. وبعدها بيكونوا وصلوا على البيت، وبنعرف ساعتها ان ام جين سابت المدينه وانتقلت للبيت الصغير ده وسط الغابه علشان تعتني بجين كويس ويكبر ويعرف يفرق بين الخير وبين الشر. وقالت له ان اللي عمله ده ما ينفعش وان هو خسر القتال النهارده. جين قال لها خسرت القتال ازاي وانا اللي كنت مكسر لهم عظم وشهم. الام قالت له ان هو خسر القتال قدام نفسه وده لانه ما عرفش يتحكم في غضبه، وقالت له ان القوه اللي بيمتلكها دي لازم يستعملها في الدفاع عن نفسه من غير ما يأذي اي حد بيها. وقالت له بعدها قوم بقى عشان هنخرج نتمرن بره. الواد اول ما سمع كلمه تدريب فرح جامد وبيخرجوا بره فعلا وبيبداوا ان هم يتدربوا سوا. جين بدا يهجم عليها ولكن كان هياخد بوكس هيزعله، وشكل كده امه طلعت نينجا يا صديقي. المهم قالت له ما يتسرعش ويركز قبل ما يهجم. بعدها جين بيهجم تاني ولكن بياخد على دماغه برضه. الام قالت له يا ابني انا علمتك كده، خليك فاكر ان اكبر عدو ليك هو نفسك. وقالت له كمان انه ما يسمعش لاي حاجه تمنعه من انه يركز على هدفه. بعدها بدات تهجم عليه بيكون قوي جدا، والواد حس ان خلاص دي نهايته، ولكن امه في اخر لحظه بتوقف هجومها وما بتقدرش انها تضربه. دي الام برضه يا جماعه. وطبعا ما فيش مقارنه بين الام وقوه صاحبنا صديقي. بعدها ام جين بتبدا انها تدربها على التقنيه اللي كانت عاملاها من شويه واللي بالمناسبه بتعرف باسم تقنيه ريو. المهم جين بعد ما اتدرب شويه جه في الاخر عشان ينفذها، وقدر في الاول ان هو يعملها فعلا، ولكن بيجي يوقف الهجوم ما بيعرفش وبيقع في الاخر زي العبيط. بالليل بقى بعد نهايه اليوم بيكونوا دخلوا البيت والام بتجهز العشاء، وكانت قاعده وبتتكلم مع جين شويه وبتهنيه على الحركه الجديده اللي اتعلمها، والدنيا كانت اخر روقان. ولكن فجاه هم قاعدين في امان الله بيسمعوا صوت جاي من بره، فبيطلعوا علشان يشوفوا فيه ايه، وبيلاقوا ابو الواد اللي جين ضربه بيكون جاي سكران ومش شايف قدامه وبيتضايق جامد علشان جين ضرب ابنه. الام ساعتها طلبت من جين ان هو يعتذر للولد ده عشان ضربه، ولكن ابوه ما اكتفاش بكده وقعد يشتم فيهم وكسر الازازه اللي كانت معاه وراح عشان يهجم على جين. جين في الوقت ده كان لسه هيهجم عليه، ولكن والدته هي اللي اتدخلت ووقفته عند حده. بعدها طلبت من ابنه ان هو ياخده ويمشي، واخدت جين هي ودخلت على جوه. ولما دخلوا جوه الام بدات تعرف جين شويه معلومات عن عيلته، وقالت له ان هو بينتمي لعائله كازوما، ودي بتكون عائله كبيره جدا وكل افرادها معروفين بقوتهم العاليه ومهاراتهم الفائقه. وقالت له ان هو لازم يستخدم القوه دي في الخير وما يأذيش بيها اي حد. فجين بيقول لها تمام، والدنيا كانت اخر روقان. واثناء ما كانوا قاعدين في وسط الاجواء العائليه الجميله دي فجاه بيسمعوا صوت غريب جاي من الغابه. والدة جين اول ما بتسمع الصوت ده بتقلق جامد وبتروح على الشباك عشان تقفله، وجين بيقول لها انه ممكن يكون صوت حيوان من الغابه ولا حاجه، ولكن امه قالت له لا ده ممكن يكون صوت شيطان. وبالفعل بيظهر وبيطلع وحش ضخم جدا يا صديقي. امه في الوقت ده قالت له يفضل في البيت وممنوع يخرج منه مهما حصل، وقالت له انه لو حصل لها حاجه يهرب من المكان ويروح لجده. ولكن قبل ما يتمشي طلبت من جين ان هو يعيدها وعد، ووعد ان هو ما يستخدمش قوته غير في الخير. وجين بيقعدها بالفعل وبعدين بتسيبه بتطلع بره. الوحش على طول بيهجم عليها وبضربه منه بيرميها على الارض. بتقوم تاني وبتحاول تهجم على الوحش ده بكل قوتها، ولكن مفيش فايده. الوحش قوي جدا ومش عارفه تعمل معاه اي حاجه. جين في الوقت ده كان واقف يائس ومتضايق جامد، شايف امه بتتعذب قدامه ومش عارف يعمل لها اي حاجه. في الوقت ده كان الوحش مسكها من رقبتها بدا يخنقها وهي ما كانتش عارفه تعمل اي حاجه. بس في الوقت ده جين بيخرج من البيت وبيهجم عليه، قعد يضرب فيه يمين وشمال ولكن الوحش حتى ما اتحركش من مكانه، وبيجي في الاخر وبيديه ضربه بالطياره من مكانه. راح بعدها علشان يهجم عليه ولكن امه وقفت له، قالت له تعالى لي. بتهجم عليه بكل قوتها وبتحاول توقفه ولكن مفيش فايده تسقط. الوحش ده قوته جباره ومش سهل ابدا يهزموه. قدر يهزمها وبضربه واحده منه قدر ان هو يدمر البيت، وكان خلاص رايح عشان يهجم على جين تاني، ولكن امه رجعت تاني وبدات تهجم عليه. الوحش اتعصب جامد وبدا يهجم عليها بكل قوته، والاتنين بيقربوا من البيت اكتر واكتر، وبيكون في اسطوانات غاز موجوده جنب النار، وبتكون دي خطه ام جين انها تستدرجه جنب الاسطوانات دي علشان تفجرهم فيه. وفعلا الوحش قرب جامد والام قدرت انها تثبته على الارض، ومره واحده المكان كله بينفجر. وام جين للاسف ما قدرتش انها تهرب قبل الانفجار ده، وكانت مستعده من البدايه انها تموت علشان بس تحمي ابنها. جين في الوقت ده كان بيدور على امه في كل مكان، ما كانش لسه مستوعب اللي حصل ولا كان مصدق ان هو مش هيشوف امه تاني، وكان ساعتها في قمه حزنه. وبعدها باسبوع بيكون جين راح على المدينه وبنشوفه هو داخل واحد من المباني، ولكن الحارس بيوقفه. وبيكون جين طول الاسبوع بيحاول يدخل المبنى ده، ولكن كل مره الحارس بيمنعه. الحارس المره دي كان خلاص جاب اخره منه، قال له يا ابني وانا موريش غيرك هنا ولا ايه؟ وكان ناوي ساعتها ان هو يعلقه، ولكن جين قال له انه جاي هنا عشان يدور على جده مش اكتر ومش عايز مشاكل. واول ما قال له على اسم جده الحارس اترعب ورجع لورا وهو خايف كده. بعدها بقى الحارس بياخده بيروح للمكان اللي بيكون جده متواجد فيه، واللي بالمناسبه بيكون اسمه هاتشي. الجد بيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلت ان انا مش عايز حد يقاطعني؟ الحارس اعتذر له ودخل وقال له ان الولد ده بيقول ان هو يبقى حفيدك، وجين بيعرفه باسمه. الجد ساعتها بيطلب من الحارس ان هو يمشي ويسيبهم لوحدهم. الحارس اول ما طلع الجد طلب من جين ان هو يقتله. جين اتصدم ساعتها، قال له قاتل مين يا عم الحاج ساده بالله بس ده انا حتى لسه عارفك، وبعدين قاتل مين ده حتى يبقى على سنك، ده اللي زيك بيعمل لاخرته دلوقتي. هاتشي ساعتها قال له بطل كلام يلا، وبدا هو الهجوم عليه. الواد بيحاول يعمل معاه اي حاجه ولكن ده ولا الهوا يا جدعان. الراجل ده شكله ما بيهزرش نهائي. وبعد ما هزم شر هزيمه جه في الاخر وقالوا
انت لو فرد من عائله كازما فعلا فانت هتبقى عار علينا بقوتك دي، وطلب منه ان هو يمشي من هنا وقال له مش عايز اشوف وشك هنا تاني. بس جين ساعتها بيعرفه بكل حاجه وقال له ان والدته قبل ما تموت طلبت مني ان انا الاقيك، وانا ما جيتش الطريق ده كله عشان ارجع تاني، بس انا عايزك تعرف حاجه، انا بمساعدتك او من غيرها مش هستريح الا لما اخلص على الوحش ده. الجد بعد ما عرف كل حاجه وشاف مصالح حفيده بيقرر ان هو ما يسيبوش وبيقول له خلاص يا عمي انا هدربك وهساعدك لحد ما تمتلك قوه تقدر تخلص بيها الوحش ده، وبيكون خلاص اخد قراره وبيقعدوا ان هو هيساعده. بعدها جين وهاتشي بيروحوا على المكان اللي هيتدربوا فيه. الواد لسه بيدخل الحلبه وبيلاقي هاتشي غفله واداله ضربه رزعته على الارض وقال له بعدها ده اول درس ليك، مهما حصل ما تديش ظهرك لخصم في ساحه قتال. الواد قال له تمام، وبعدين وقفوا يتكلموا شويه. هاتشي بقى بعدها قال له انت شايف التمثيلين دول يا جين؟ الواد قال له مالهم؟ الجد قال له ان التمثيلين دول يعتبروا زي حاجه اثريه وقيمه جدا بالنسبه لعيلتهم، ولكن برغم كده التمثال المكسور ده انا اللي دمرته بايدي، وده عشان افكر نفسي دايما ان الانسان مننا بايده ان هو يبني نفسه وفي نفس الوقت برضه بايده ان هو يدمرها. خليك فاكر الكلام ده دايما يا جين. وقال له اجهز بقى علشان هنبدا التدريب الحقيقي دلوقتي، اوعى تفكر انها هتسهل معاك، لا ده بالعكس، انت لو مفكر كده فانت هتنجلد. الواد قال له تمام يا عمي، وبيبدا التدريب فعلا. جين واكل ضرب من جده ومش عارف يعمل معاه اي حاجه. الواد كل شويه بيحاول يقوم وما بيكملش ثانيه وبيقع تاني. جده بعدها اخده على البتاع عشان يدربه، قال لي جين يشوف هو يعمل ايه ويعمل زيه، ولكن جين في البدايه ما بيقدرش، بيستمر في التدريب بقى ليل نهار، وجين عمال يتطور اكتر واكتر، بياخد على دماغه من جده وبيتدرب في نفس الوقت، وفعلا في تطور ملحوظ لحد ما الجد بياخده كده وبيحط حجر قدامه وبيقول له اكسره يلا. الواد اتحمس جامد كده وهوب ولا حاجه حصلت. الجد بقى بيحط كذا حجر مرصوصين فوق بعض قدامه وبوم بضربه منه بيكسرهم كلهم بكل سهوله. وبعدها قال له احنا لسه ده كله في البدايه مش اكتر، انا عايزك تجيب اخرك. وفعلا بيستمر التدريب بعدها لفتره كبيره. بعدها بقى بكام يوم الجد بيعمل عشاء وبيعزم جين عليه عشان بيكون في ضيف مهم جاي لهم النهارده. قال له كل واشرب واعمل اللي انت عايزه، ولكن لما الضيف اللي مستنيه يجي ونبدا نتكلم في الشغل زيك زي الكرسي اللي انت قاعد عليه. فالواد قال له فل يا عمنا. المهم هم قاعدين بيكون خلاص جه الضيف اللي كانوا مستنيينه دخل واتكلم معاهم بالفعل، وكان جايب لهم اخبار عن الغول وكده كده ممكن تعرفهم بمكانه. والكده دي بقى صديقه تحسها كده زي كده الويتشر اللي شفناها في الملخص اللي فات، لما بتقرب من وحش بتبدا انها تتوهج كده عشان تعرفك ان في وحش قريب منك. وبالمناسبه لو انت ما شفتش فيديو الملخص ده فانت فايتك كتير. المهم الراجل ساعتها كان فرحان على الاخر، وده لانه اكتشف ان القيمه الحقيقيه للقلاده اللي معاه تساوي اضعاف الرقم اللي اتفق عليه هو وهاتشي، وطبعا كان عايز يزود في سعرها اكتر واكتر علشان يطلع مستفيد باكبر قدر ممكن من الفلوس، خصوصا ان جد جين فلوسه وشركاته في كل حته وبقى انها كده ما بتخلصش يا صديقي. المهم هاتشي بقى في الوقت ده لما بيشوف بيزود في سعر القلاده عن السعر اللي هم متفقين عليه بيقول لجين يجيبها منه بالعافيه، والراجل ده شكله ما عندوش تفاهم خالص يا جدعان. وجين بقى في الوقت ده كان متردد في الاول شويه، ولكن في الاخر بيسمع الكلام وبيستعد عشان يهجم عليه. اما الراجل اللي معاهم بقى بيطلع سكينه من جيبه وكان مستقل بجين ومفكر ضعيف، ولكن على مين؟ جين ساعتها بيمسكه وبيضربه وبيوقع السكينه اللي في ايده، وكان واقف ومثبت دراعه. هاتشي بقى في الوقت ده بيأمره ان هو يخلص عليه. صاحبنا تردد شويه في الاول بس بيسمع الكلام في الاخر وبيضربه وبيخلص عليه فعلا. بعدها بقى الجد قال لجين التردد في اللحظات الحرجه دي هيكون السبب في موتك، فلازم تنشف كده وما تترددش كده تاني، وقال لي العواقب هتبقى وخيمه، ولو فضلت بنظام اللي قدامي يهجم عليه الاول وبعدين انا اللي هجم عليه وفضلت ممشيها بالطريقه دي عمرك ما هتقدر تهزم الغول ابدا. جين وقتها بيفكر في كل اللي حصل له زمان وبيقتنع فعلا بكلام جده. بعدها بكام يوم بقى بنشوف الجد قاعد في المكتب وبيتكلم مع المساعده بتاعته، وفي الوقت اللي بيجي جين عشان يكملوا تدريبهم، والجد طلب منه يستنى لحد ما يخلص، وكان ساعتها بيحاول يعرف اكتر عن القلاده اللي معاه، وبيتحرك كمان عن نخبه من المقاتلين الاقوياء واللي معظمهم بدأوا يختفوا مؤخرا في ظروف غامضه ومش عارفين هم اختفوا وراحوا فين. بعدها بقى بيطلعوا من المكان وجين بيستمر في التدريب مع جده بكل شراسه، والجد ما بيسيبوش لحظه واحده، وجين عمال ياخد على دماغه منه وفي نفس الوقت عمال يتدرب ويزود قوته. وتمر الايام والليالي وصاحبنا عمال يتدرب ومش راحم نفسه، القوه بتبان عليه فعلا وجسمه بدأ يتغير والتطور كان باين عليه جامد بالفعل. واخيرا بقى وبعد مرور فتره من التدريب الشاق جين بيتحدى جده في قتال، ايوه ده القتال الاخير والتدريب الاخير ما بينهم. الجد بيوافق طبعا والاثنين بيستخدموا كل قوتهم في القتال ده. الجد كان مسيطر ومتفوق في الاول عليه، ولكن فجاه جين حالته بتتغير وبيفعل قوته الاسطوريه في القتال، بيهجم بالهجمه الاسطوريه بتاعته هوب احلى مسا عليك. جين انتصر في القتال على الجد، واخيرا بقى بعد ما خلص التدريب بتاعه الجد بيعترف بيه وبيقرر ان هو هيبدا يعمل بطوله القبضه الحديديه، ودي بقى بطوله هيعملها هتشد انتباه جميع اقوياء العالم علشان الجائزه بتاعتها. والجد بقى بيعمل كده علشان قوه جين الحياه تظهر وتتفاعل ويقدر يستدرجوا بيها الغول ده ويخلصوا عليه. وطبعا البطوله دي قائمه على جين واللي بقى خلاص حاليا بقى دراع جده اليمين. بعدها بقى كان جين خلاص ماشي من المكان، بس قبل ما يمشي بيكسر التمثال التاني زي ما جده عمل قبل كده، وقال له قبل ما يمشي كده خلاص احنا بقينا متعادلين ولسه الامور تبدا في تطور اكتر واكتر يا صديقي، والدنيا شكلها تبدا تولع من هنا. وبعد انتهاء القتال بين الجد وجين، جين بياخد الطياره وبينطلق الى مكان البطوله، واثناء ما كان في الجو بيشوف اخبار كتير بتتكلم عن موت ابوه، وجين بيكون مستغرب كده وبيكون عايز يعرف هو مات ازاي. بعدها جين بيكون وصل على المطار وبتقابله المضيفه اللي هتاخده على المكان، وبيكون معاه شويه من اللي هيشاركوا في البطوله كمان، وساعتها بتاكد على جين انه ما يقولش لاي حد انه هاتشي يبقى جده. الواد قال لها تمام، وهم واقفين بقى جين بيقابل صاحبه اللي اتعرف عليه زمان. العيال سلموا على بعض كاي اتنين صحاب طبيعيين يعني يا صديقي، وبعدين ركبوا كلهم العربيه واتحركوا على مكان البطوله. وهم راكبين بقى في العربيه جين بيطلع له فيديو كده قدامه وكان عن القتال اللي
حصل بين ابوه وجده زمان. الواد صاحبه بقى اول ما بيشوف الفيديو بيقول القتال ده كان جامد، ولكن هاتشي في النهايه هو اللي انتصر وقضى على الراجل ده من غير اي رحمه، وبدا يحكي له برضه عن قوه اللي موجودين معاهم في البطوله واللي من ضمنهم العنقاء، وهو الراجل ابو شعر اصفر اللي راكب قدام ده. هو اي نعم قصه شعره غريبه شويه وما يبانش عليه، ولكن قوته والسلاح ما يستهانش بيها خالص. بس واثناء ما كانوا بيتكلموا في واحده من اللي كانوا قاعدين معاهم في العربيه سمعت اسم ابو جين، وكانت فرحانه جامد بموته، وقالت له ان موت العالم بقى احسن، وقالت له كمان انها بتعتقد ان اللي قتله هو جد جين، وده علشان يخلص العالم من شره. بس برغم كده هو ما يختلفش عنه كتير، وعلشان كده السكرتيره نبهت جين انه ما يجيبش سيره انه مع عائله كازوما، وطبعا ما حدش من اللي في العربيه يعرف ان الاثنين دول يبقى ابو جين وجده. المهم بعدها واخيرا بقى بيوصلوا على المكان اللي هيتعمل فيه البطوله، حلبة القبضه الحديديه، وبتكون كبيره جدا وفي مكان مهجور. جين بعدها بيروح على سكرتيره جده وبيسالها على مكانه، السكرتيره بتقول له على مكانه فعلا، وجين بيروح له. في البدايه بيساله اذا كان الغول هيظهر تاني فعلا ولا لا، وايه اللي هو عمله عشان يظهر. الجد قال له ان الغول بينجذب ناحيه الروح القتاليه في المكان، واكيد بعد ما الناس دي اتقتلوا وتبان قوتها هيظهر تاني، انت بس عليك ان انت تفوز في كل القتالات مش اكتر، ومش عايزك تفكر في اي حاجه تاني. فجين بيقول له تمام، ولكن قبل ما يمشي بيساله عن المعركه اللي حصلت بينه وبين ابوه زمان. هاتشي ساعتها ما بيرضاش يجاوبه، وقال له انت شغال دماغك بحاجات مش لازم تعرفها دلوقتي، ركز على القتال دلوقتي اهم حاجه يا جين. وبعدين بيسيبه وبيمشي. بالليل بقى بيكون كل المقاتلين مجتمعين في حلبة القتال، وهاتشي بيطلع وبيبدا ان هو يعلن عن بدايه قتالات القبضه الحديديه واللي بتكون هتبتدي من بكره، وبيكون كل الموجودين متحمسين على الاخر، وحرفيا الحدث ده بينذاع في كل نشرات الاخبار في العالم، ومفيش حد مش بيتابعه تقريبا. في الاثناء دي بقى جين بيكون خلاص مشي من المكان، وده علشان يستعد للنزال الاول ليه واللي هياخده بكره. بيخرج من المكان فعلا، بس اثناء ما كان خارج بيظهر له شخص كده قدامه بيوقفه، قال له انا هاتشي اذاني كتير في حياتي، وانا هنا عشان انتقم وادمر اي حد قريب منه وهكسرك هنا دلوقتي. جين ما بيردش عليه وبيكون خلاص ماشي، ولكن الواد بيضربه ضربه بيرجعه لورا. جين وقتها بيتعصب على الاخر، بيكون عايز يهجم عليه ويدغدغ له وشه، ولكن بيفتكر كلام امه قبل ما تموت، وبيقدر ان هو يكبح غضبه فعلا. بعدها بيقولوا نتقابل في الحلبه، وبعدين بيسيبه بيمشي. بس قبل ما يمشي كان هنقوا عليه عشان لو فكر يعمل اي حركه غدر ولا حاجه. الواد ما بيعملش حاجه فعلا، وجين بيكون خلاص ماشي. في نفس الوقت ده بيكون جد جين مراقب الوضع من بعيد، وكان شايف كل حاجه. بعدها بيامر السكرتيره انها تخلي قتال جين بكره يبقى مع الشخص ده. في نفس الوقت ده كانت البنت دي ماسكه سكينه وواقفه وبتراقب جين من بعيد، وباين عليها انها عايزه تغتاله. بس جين ساعتها بياخد باله منها وبينده لها. البنت ساعتها خبت السكينه اللي في ايديها وراحت له فعلا، وجين سالها اذا كانت شافت او تعرف اي حاجه عن القتال اللي حصل في البطوله اللي فاتت ضد هاتش وابنه. بس البنت قالت له ان دي حاجه ما ينفعش تدخل فيها، وبلاش تحشر نفسك انت كمان في عائله كازوما علشان هتتاذى من النوم. وبعدين بتسيبه وبتمشي. في الوقت ده العنقاء بيكون سمع جين وهو بيتكلم، وبيقول له تعالى لي انا هحكي لك على كل اللي حصل. جين في الاول كان مستغرب منه شويه، ولكن بيقول له احكي لي. وفعلا يا صديقي بدا يعرفوا كل حاجه حصلت، وان ابن هاتشي واللي هو ابو جين كان كسب القتال في الاول ما بينهم، وبعدها شال هاتشي ورماه من اعلى التله، ولكن الصدمه ان هاتشي ما ماتش وطلع عايش ورجع تاني اقوى بعدها، وكسر والد جين وكسب المعركه. جين بيقول له يعني هو لما كسب قتله فعلا ولا انت ما شفتش اي حاجه؟ العنقاء قال له ان ما حدش شاف هو بيقتله بشكل رسمي، ولكن الناس كلها اقرت بكده، وبرضه مالكش دعوه يعني بالموضوع ده، وركز على تدريبك عشان قتالك هيبدا بكره. جين قال له تمام، والاتنين بيسلموا على بعض وبعدها بيمشوا. تاني يوم بقى جين بيروح على مكان جده. الحارس بيقول له ان جده في اجتماع ومش هينفع يدخل، بس جين ما بيهتمش بالكلام ده، وفي الاخر بيدخل بالعافيه. دخل جوه وقال لهاتش انا عايزك ضروري. هاتش قال له انا مشوار دلوقتي خليها لبعدين، الدنيا ما طارتش يعني. بس جين اصر، وبعد ما الكل بيخرج جين بيسال جده اذا كان قتل ابوه فعلا. هاتش في الوقت ده قال له ايوه، وبدا يعرفه بكل حاجه. قال له ابوك كان بيمتلك جينه شيطانيه قويه جدا، والجينه دي بقى يا سيدي بتدي صاحبها قوه كبيره جدا، وتعتبر سلاح قوي فعلا. بس زي ما انت عارف كل سلاح ذو حدين، والجينه الشيطانيه دي كانت مدينا ابوك قوه جباره جدا، ومحدش كان يقدر يقف قدامه ساعتها. ولكن مع الوقت قوى الشر بدات الناس تسيطر عليه، وبدات انها تخليه يستعمل القوه دي في الشر، وعلشان كده انا قتلته. ومن ساعتها ولحد النهارده محدش يعرف مصدر الجينه الشيطانيه دي ايه، ولا ازاي الشخص بيمتلكها. بس كل اللي اتاكدنا منه ان الجينه دي بتفسد الشخص اللي بيمتلكها لو ما عرفش يتحكم في نفسه كويس، وكمان هي اللي بتجذب الغول لما صاحبه يقاتل. وعلشان كده الغول ظهر في اليوم ده وهجم عليك وقتل امك. جين قال له هي السبب في ظهور الغول ده ازاي، وهي مش عندي اساسا، واشمعنى ظهر في اليوم ده بالذات وما ظهرش قبل كده؟ الجد قال له لا، طالما الغول ظهر لك يبقى هي اكيد عندك، وانت اكيد كنت بتقاتل حد في اليوم ده، والغول حس بقوتك وعلشان كده عرف مكانك وجه وهجم عليكم. جين ساعتها افتكر ان في اليوم ده ضرب فعلا العيال اللي كانوا بيتنمروا عليه، والغول بعدها ظهر وعرف ليه والدته كانت دايما بتمنعه ان هو يقاتل علشان تحميه مش اكتر، وكان واقف بيلوم نفسه على موت امه ساعتها، وكان في قمه حزنه. الجد بقى راح عليه وقال له انا مش عايز حزن الماضي يسيطر عليك، الغول كده كده هيظهر تاني علشان يكمل قتاله معاك، فانا عايزك تحط كل تركيزك في البطوله دي وما تشغلش بالك باي حاجه تاني. جين بيقول له تمام، وبيقسم مره تانيه الانتقام لامه من الغول ده، والدنيا شكلها هتولع يا صديقي. وتاني يوم كان جين قاعد بيستعد لمباراته لحد ما بتيجي البنت ديت علشان تتعرف عليه، ودي بقى هي شياو، وهي مقاتله برضه في نفس سن جين. بتتكلم معاه شويه وشكلها طيبه خالص يا صديقي، بتقول له انت بتعمل ايه هنا، وقتالك هيبدا كمان شويه، وكمان خصمك نزل الحلبه. جين ساعتها بيجيله فضول لما بيسمعها، وبيسالها هو مين اللي هيواجهه. شياو بتقول له ان خصمه هو سميث. جين ساعتها بيتصدم لما بيسمع اسمه علشان ده هو نفس الشخص اللي حاول يضربه قبل كده. المهم بعدها بيوصل على الحلبه وبيقابل سميث هناك. الجو كان مولع وهاتش والكل بيتفرجوا ومستنيين نتيجه الماتش بحماسه. الحكم بيعلن بدايه المباراه وبيبدا القتال فعلا، وعلى طول الضرب اشتغل يا صديقي. التفوق في البدايه بيكون
لصالح سميث، وجين ما بيكونش عارف يعمل معاه اي حاجه، وسميث بيستغل قوه خبرته وبيهجم عليه بكل قوته وبيحاول ان هو يفنشه على طول، ولكن جين بيفوله وبيفتكر كل اللي حصل لامه زمان، بيستجمع كل قوته بيقول له تعالى لي، بينزل عليه ضرب بمجموعه من الهجمات وبيدوا رجل بالطياره، ولكن سميث ما بيستسلمش، بيقوم تاني وبيحاول يهجم على جين، ولكن جين بيفعل مهاره الصد الاسطوريه بتاعته وبينزل عليه بعدها بمجموعه من البوكسات وبيرميه على الارض، بيروح عليه بعدها وبيبص له باستعلاء كده، بيقول له ما تقومش تاني انت خلاص خسرت، ولكن سميث يفتكر كل اللي حصل له وبيقوم من تاني، بيهجم تاني على جين ولكن بيخسر للمره التانيه، سميث ما بيستسلمش برضه وبيقوم تالت وعايز يضربه، جين في الوقت ده ما بيكونش عارف يعمل معاه ايه، وعلشان كده بيديه ضربه في رجله وبيكسرها له وبتخليه على الارض ومش قادر يتحرك، كان لسه هيهجم عليه تاني ولكن الحكم بيوقفه وبيعلن النتيجه، ايوه جين انتصر في الدور الاول وانتقل للمرحله الثانيه. بعدها بقى اصحاب جين بينزلوا عليه علشان يهنوه بنسبه فوزه، ولكن جين بيدوم ظهره وبيسيبهم وبيمشي، صاحبه بقى بعدها بيروح عليه عشان يشوف ماله، بيقول له مالك يا عمي انت زعلان كده ليه، هو انت اللي خسرت ولا هو؟ جين قال له انا ما كنتش عايز اكسر رجله، بس هو اللي كان واخد القتال بشكل شخصي ورفض ان هو يستسلم، فضل يهجم ويهجم عليا وعلشان كده ما كنتش عندي حل تاني غير اني اشيل حركته. جو قال له ان كل واحد من المشتركين في البطوله مشارك لهدف معين يخصه هو، بس ما تقلقش يعني انت ما غلطتش في حاجه وهي دي طبيعه القتالات، ويلا بقى علشان نروح نشوف شياو علشان ماتشها خلاص هيبدا. وفعلا بعد انتهاء عده مباريات بيحين قتال شياو ضد نينا، البنت اللي مفيش حد هنا في نص روقانها واقفه بتضحك وبتهزر وبتكون فرحانه على الاخر ولا كأن في حاجه، وجين في الوقت ده بقى بيكون قلقان عليها وبيقول لها ان نينا تبقى قتاله مأجوره ولازم تخلي بالها منها كويس، بس البنت ولا في بالها اساسا وبتقول له على كده يبقى شكلها وحش قوي لما بنت في ثانوي تهزمها، الله يخرب بيتك يا بنت وانت بس كده كلها منين؟ نينا بقى في الوقت ده بتكون واقفه في الجنب التاني وسامعه كل حاجه وحرفيا البنت هتتشل منها وعندها حق الصراحه يا صديقي. المهم بعدها على طول بيبدا القتال ما بينهم، واثناء القتال جين بيسال جده هو ازاي سمح لبنتي في الثانويه انها تشارك في القتالات دي، الجد قال له طب ما انت كمان في الثانويه يا عمي، وعلى عكسك بقى يا جين فالشاو بتستخدم اساليبها وفهمها لمجرى المعركه علشان تقدر تفوز، اتفرج عليها انت بس وانت هتفهم قصدي. وفعلا يا صديقي الشاو كانت مسيطره في القتال على الاخر وعماله تجري وتراغم منها بكل مهاره، والبنت اللي قدامها مش قادره حتى انها تمسكها، ولكن نينا بتستخدم اقوى اسلوب عندها وبتقدر انها تثبتها، البنت خلاص قربت انها تخنقها وجين واقف وكان قلقان عليها، بس الشاو مش بتستسلم بسهوله، بتلف جسمها باقصى قوتها وبتضرب نينا بسرعه جدا، بعدها بتطير لفوق وبتمسكها من رقبتها وهوب طريق السلامه انت. شاو بتكسب في المباراه بتاعتها وجين كان واقف ومصدوم من قوتها والدنيا كانت اخر روقان. بعدها جين بيروح على غرفه سميث علشان يشوفه، بس اول ما بيدخل مش بيلاقيه هناك، جين بعدها بيلاقيه فعلا وبيروح عليه وبيساله وبيقول له انت عامل ايه دلوقتي؟ سميث بيقول له غريبه يعني كسرت رجلي في المباراه ودلوقتي جاي تسال عليا، انت دماغك فيها حاجه ولا ايه؟ جين قال له انا عارف ان انت لك هدف في البطوله وهو انك تحاول ترد الضربه لهاتشي، بس انا كمان عندي هدف ومش هستسلم ابدا غير لما احققه. سميث قال له واحد زيك من اتباع هاتشي هيكون هدفه ايه؟ انت مجرد تابع لهاتشي مش اكتر وماشي وراه وانت مغمى عينك. جين بيحاول يعرفه ان الموضوع مش كده وانه مش تابع لحد، بس سميث بيقطعه بيقول له اوعى تفكر ان هاتشي ملاك او حتى يهمه امرك، هو بس بيستخدمك عشان يوصل لهدفه زي ما استخدم كتير قبلك. قال له بالحق قول لي يا جين انت خسرت فرد من عيلتك قبل كده؟ انا بقى خسرت وخسرت ناس كتير كمان كنت بحبهم وكل ده بسبب شخص واحد وهو هاتشي. جين ساعتها ما بيكونش فاهم اي حاجه ولا فاهم يقصد ايه، في الوقت ده بقى بيجي هاتشي على المكان وبيقول لجين يمشي ويروح يستعد لمباراته الجايه، وقبل ما هاتشي يمشي سميث بيقول له الموضوع ما خلصش هنا، انا مش هسيبك وهرجع لك تاني والمره الجايه اللي نتقابل فيها اوعدك اني هخلص عليك. هاتشي قال له واحد خاسر زيك مش قادر حتى انه يضيع وقت عليه، وبعدين بيسيبه ويمشي. وبعد ما خرجوا من المكان هاتشي بيقول لجين انت لازم تتخلص من قدره الضعف اللي عندك دي، لو كنت عايز تهزم الغول تنتمي لامك فلازم كده تنشف على الاخر وما تبينش نقط ضعفك تاني قدام اي حد. جين بقى بيقول له تمام ويستعد عشان ياخد مباراته الجايه واللي هتكون قصاد صاحبه جو، وفعلا بيحموا بعض المباراه والاثنين بقوا قصاد بعض والحكم على طول بيقول لهم يبداوا. جين ساعتها بيفتكر كلام امه زمان وبيعمل بيه فعلا وبيحاول يسيطر على غضبه في القتال ده باي طريقه، بس بعدها بيفتكر كلام جده لما قال له ان كل خصم بيهزمه بيقرب اكتر واكتر لانتقامه من الغول. جين بعدها بدا يهجم على جو بكل قوته وجو كان فرحان عشان بدا يقطب جديه شويه، بعدها الاثنين بيستعدوا عشان يهجموا على بعض تاني، الاثنين شحنوا كل قوتهم وكانوا قريبين من بعض جامد، ولكن جين غفل جو بعد هو وادى رجله كسرت له اسنانه. بعدها جين بيفعل قوته الاسطوريه وهوب احلى مسا عليك، جين انتصر في القطار الثاني. بعدها جين بيرفع ايده كده وجده بقى كان واقف من بعيد ومستنيه يشوف هو بيفنشه، بس انت مصدق ان جين هيفنش صعب فين يا صديقي؟ لا والله. جين مدل له ايده وقال له انت خسرت يا معلم يلا بقى عشان نخرج من هنا، وهاتشي كان واقف من بعيد ومتضايق جامد من اللي جين عمله، وبعد ما الحكم بقى بيعلن فوز جين بيشيل جو وبيخرجوا كلهم من المكان وكل حاجه كانت تمام وجميله لحد هنا يا صديقي والدنيا كانت اخر روقان. فبس لحد هنا بيكون خلص جزء النهارده، لو عجبك اكتب لي رايك في التعليقات ومفيش مانع انا لو عملت ليك واشتراك في القناه يا صديقي، وبس كده اشوفك الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، وسلام سلام سلام.